وبتشخر. يلا يا ابني، يلا يا حبيبي قوم، المدرسة كده هتتأخر. هو رافع رجله كده ليه؟ في حد بينام بالشكل ده؟ يا ابني قوم. يا صلاة النبي، ده انت نايم زي ستك بالظبط. يلا يا بساتينو. في ايه يا ماما؟ انت بتضربيني كده ليه؟ عمالة اصحي فيك من ساعتها مش راضي تصحى. يلا بقى قوم قوم، يلا الباص كده هتتأخر عليه. يوه، هو كل يوم مدرسة كل يوم مدرسة؟ أنا مش عايزة أروح. إشمعنى بابا ما بيروحش المدرسة؟ بابا كبر خلاص يا ابني حبيبي، يروح مدرسة إيه؟ هو بعد ما شاب ودوك كتاب. إيه ده يعني إيه الكلام ده؟ أنت كلامك كله بس زي تيتا بالظبط يا ماما. عشان بس قاعدة معاها على طول يا ابني. يلا قوم قوم، بطل غلبة. مالك يا بشاتينو؟ زعلان كده ليه؟ أنا مش عايزة أروح المدرسة يا تيتا. عارف يا باشاتينو، ابوك لما كان يجي يقول لي انا تعبان مش عايز اروح المدرسه كنتش بعمل فيه ايه؟ كنت بتعملي ايه يا تيتا؟ كنتش بستخدم السلاح الفتاك بتاع كل الامهات. عارفه يا ولا مش عارفه؟ عارفه يا تيتا. انا همشي احسن وبحب المدرسه قوي. يلا بقى، سلام عليكم. ايوه كده، انجري بقى بدل ما اضربك. اجيال اخر زمن. الحمدلله على السلامة يا بشاتينو يا حبيب تيتا. مالك يا ولا؟ زعلان ليه؟ هو انت رايح زعلان جاي زعلان؟ اعمل فيك ايه يا ولا؟ فك شوية. اصحابي يا تيتا قعدوا يتريقوا عليا ويقولوا لي يا فاطر رمضان. مش انتي قايله لي يا تيتا ان انا مش مكلف وكفايه قوي ان انا بصوم لحد الظهر؟ قلت لهم كده، قعدوا يتريقوا عليا ويقولوا لي لا احنا بنصوم رمضان كله يا فاطر رمضان. بقى هو الموضوع كده. ايوه يا حبيبي، انا كلامي صح، انت مش مكلف، وكمان بنعودك واحده واحده علشان انت لسه طفل صغير. ماشي، انا اجي معاك المدرسه دي واقعد احلل الاشاعات دي. شكرا يا تيتا. انت يا ولد يا اللي هناك، انا شايفك بقك بيلعب وبتاكل. هو خلاص يعني ما عادش فيه هيبة؟ المدرس بتاعك واقف وعمال تلعب بقك. انا اوريك دلوقتي لما اربطك في الفلكة. سكوت. نرجع تاني لموضوع حصتنا النهاردة. يلا، مين هيجاوب؟ الارض كروية ام مسطحة؟ اتفضل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حاجة، تأمريني؟ الامر لله. انا جاي اشتكي لحضرتك. ينفع كده اللي تلاميذك عملوه في بشاتينو؟ عملوا إيه يا فندم؟ أنا كنت لسه هشتكي دلوقتي لحضرتك إن بساتينه متغيب. متغيب ايه حضرتك؟ بقول لك انا جاي اشتكي لك. بشاتينو راجع امبارح زعلان خالص من المدرسه. ينفع كده؟ ينفع التلاميذ يتنمروا عليه وكمان يقولوا ان هو فاضل؟ ما يصحش كده. حضرتك معلم تربوي فاضل، عرفهم ما يصحش كده. واحدة واحدة يا فندم. حضرتك دلوقتي قوليلي واشرحيلي إيه اللي حصل بالظبط. ما انا بقول لك اهو يا اخويا. أنا أخوكي؟ ما ولد حضرتك الولد كان بياكل وسط زمايله وكده ما يصحش، في ناس صايمة. ما اللي شايم انا هعمل لهم ايه؟ مش ضروري يعني ولد يفضل شايم طول النهار، ده طفل يا حبيبي. يعني طفل؟ كنا زمان بنصوم من واحنا عندنا 5 سنين، دلوقتي الولد عنده 7 سنين لازم يصوم. ده كلام فارغ ده. انا عايزه اروح للمدير، ما يصحش كده. اتفضلي بقى حضرتك، بوظتيلي الحصة. ولا يهمك يا واد يا بساتينو، هاخد لك حقك ان شاء الله، حتى اشتكيهم في الاداره التعليميه. ما تزعلش يا ولا يا بساتينو، ولا يهمك، انا هاخد لك حقك دلوقتي. انا خايفه يا تيتا، المدير صعب قوي. مش اشعب مني يا واد، اصبر بس وانا اجيب لك حقك. ايوه يا فندم، انا المدير، تأمريني. هو ازاي حضرتك المدير؟ مش انت دلوقتي اللي كنت بتدرس للعيال في الفصل؟
حضرتك أنا المدير وأنا المدرس اللي بيدرس وأنا كمان الفراش بتاع المدرسة. هو ايه دي؟ انا مش فاهمة حاجة. أي خدمة يا فندم أقدر أقوم بيها مع كل الخدمات اللي بقوم بيها ديت. طبعا طبعا حضرتك الله يكون في عونك. هتعمل ايه ولا ايه؟ معلش بس احنا بنستسمح حضرتك تفهم الطلاب اللي عندك ان كده غلط، ما ينفعش يتنمروا على الولد بشاتينه. انا لسه قايله للمدرس اللي في الفصل كده. حقك علينا يا فندم. طبعا كل اللي انت عاوزاه هيحصل. انا اسف لحضرتك بالنيابة عن المدرس اللي كان واقف جوه في الفصل، بس هنعمل ايه؟ ما عندناش غيره. ايوه خلاص فهمت.